ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هعمل معاكم البقسماط باسهل طريقه، وكمان هتوفري الفلوس اللي بتدفعيها في الافران، هتعمليه في البيت على ايديكي. هجيب الاول نص كيلو دقيق، هحط عليه نص كوبايه زيت، عليهم معلقه سمنه، او ممكن تحطي زيت بس. هقلب الدقيق مع الزيت والسمنه لغايه لما الدقيق يختلط كله تماما بالزيت والسمنه. بعد كده هبدا انزل عليهم بكوبايه ميه. انا المقدار ده اخد معايا كوبايه ونص ميه بالظبط. هقلبهم بالطريقه ديت، وهنزل عليهم بباكو خميره ومعلقه سكر، وهقلبهم بقى في بعضيهم، وهبدا اعجنه، وهتطلع معايا النتيجه زي ما انتوا شايفين. العجينه طريه وملمسها حلو جدا. هحطها كده على الرخامه واغطيها بكيس تلاجة. هسيبها 10 دقايق بس ترتاح، انا مش هخمرها تخمير كامل. 10 دقايق وهبدا اقطعها. هحط بقى دلوقتي ايه العجينة شلتها كده بعد 10 دقايق. هبدأ اقطع منها قطع صغيرة كده، وابدأ الفها زي ما انتوا شايفين بالظبط في الفيديو. وهبدأ ارصها في الصينية اللي هسوي فيها في الفرن. وهقسمها لنصين عشان خاطر البقسماطية هنا طويلة، فهبدأ اقسمها لنصين. هكون طبعا بقى بسخن الفرن على درجة حرارة عالية، وهدخل فيها البقسماط بعد ما يرتاح، عقبال ما الفرن تسخن معايا. بس ده كان شكل البقسماط لما طلع من الفرن، مقرمش وجميل وطعمه تحفة جدا. عايزة تعمليه بالسمسم او تحطي عليه كمون او ينسون، براحتك خالص. اهم حاجة الفيديو دوت هيعجبكم جدا، وان شاء الله تعجبكم الوصفة. عايزة لايك كتير اول الفيديو، وان شاء الله اشوفكم على خير في وصفات جديدة من وصفات مطبخ الشيف توت.